في شركة أنت شغال فيها، في حد معاك في الشركة دي ممكن يكون جاي بعدك وهيقبض أكتر منك، والأكتر بجاحة من ده إن هو مقتنع إن هو فعلًا يستحق ده، والفكرة إن أنت عارف مين هو، وهو عارف إنك أنت عارف هو مين، ومش فارقة معاه خالص. يعني هتلاقيه دلوقتي مثلًا واقف جنب مدير الشركة بيعمل حاجة أيًا كانت إيه، بيعمل شقلباظ، بيقول له بُص أنا اتعلمت aerobics جديد. في مرة يعني دخلت مع النوعية ديّة في نقاش، ووصلت لنقطة معينة هاذكرها، بس في الأول عايز أحط الbasics بتاعة الموضوع، إن عصفور الشغل هو مش حد كسول أبدًا، وده المفهوم الغلط اللي خلّانا نبدأ إن إحنا نيجي عليه. حرام يعني نيجي عليه نبدأ إن إحنا نتهمه باتهامات باطلة زي إن هو ما بيشتغلش، بيكسل، بيعمل كل ده. هو واقف هناك، هو بيشوف أيًا كان المدير بيعمل إيه وبيروح بيركّب لمبة بقى، بيعمل حاجة، بس هو بيعمل كل حاجة في الشغل ما لهاش أي علاقة بالشغل نهائيًا. يعني مثلًا هتلاقيه واقف هو مثلًا الaccount manager، طالب بيتكلم في التليفون، طالب delivery، تلاقيه بقى راح العصفور ده جاي له قال له: "يا باشا أهو بُص باعمل فطير النهارده، هاعمل لك فطيرة." يعني مثلًا أنت بتشتغل، أنت كشخص وأنا كشخص بنشتغل، نخلّص شيفتنا نروّح بقى ننام، هو بيشتغل يخلّص يفضل قاعد مجعبل. إيه بقى النهارده إيه؟ وعنده sense كده إنه مهمًا كان المدير موجود هو هتلاقيه قاعد بيعمل حاجة، ومهمًا كان هو ماسك التليفون بيلعب بقى في حاجة ما بيعصفرش عامةً، ما تلاقيش المدير، هو خلاص اختفى. هو عنده sense أول ما المدير ييجي هو يقعد يصوصو زي جرس الباب، وأول ما المدير يختفي خلاص هو بيعيش بقى بيرجع حياته طبيعية. اللي هو إيه ده؟ إزيكم عاملين إيه يا شباب؟ تشربوا إيه النهارده؟ وفي لقطة معينة أنا شُفتها بعنايّا بقى، ودي أكدت لي إنه هو مستعد إنه يعمل أي حاجة مقابل إنه بس يتقال اسمه. وده نقطة برضه مهمة هاذكرها. بس الموقف اللي حصل إنه أنا قاعد عادي، مرّة واحدة لقيت لك ده بقى إيه، شاف إنه ما فيش حد في المكتب بتاع كان ساعتها مديره، هو مش مدير، مش الCEO، مديره، فاهم؟ بس هذه هي اللحظة، وراح قايم بقى واخد المساحة مقشّر وقاعد بقى يشتغل شوية. هو ده عنده task النهارده تسييق، وبس خلّص مسح المكتب، والله العظيم خلّص المكتب ومستني بقى خلاص. يعني هو قاعد دلوقتي مثلًا مستني إنه المدير ييجي يappreciate إن هو إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه ده؟ أنت بتستخدم مسحوق إيه؟ في حاجة تانية برضه مهمة، إن عصفور الشركة ده بيبدأ إن هو يحسسك إنه فوقيك، حتى لو مش فوقيك، حتى لو هو لسه بادئ أول امبارح، بس هو فوقيك. هو يبدأ بقى إن هو إيه، يعد أرقامك، أرقام الناس اللي معاك، أرقام الناس اللي فاتت، يبدأ يشوف حاجات ما لهاش أي لازمة. يعني إحنا مثلًا قاعدين شغالين تمام، فأنت أكلت، فيقول لك أنت تعرف إنه الcalories دي ما ينفعش، الcalories دي كتير، أنت جايب أنت جبت الtarget، الcalories ديّة بتتخنك فبتتقلك ما بتشتغلش. ويبدأ بقى يقول لك إن أنت النهارده جبت كذا، امبارح فلان جاب كذا، أول امبارح ما حدش جاب. إزاي يا شباب ما حدش يا ابني، يا أبويا أنت لسه ما عدّيتش. وهو ما عندوش منصب، هو لا عنده منصب ولا عنده صلاحية ولا عنده أي حاجة، هو كده. يعني مثلًا هو ده مثلًا طفل في حصة قاعدين تمام، وخلاص كُلّه خلّص التصحيح الواجب ومش عارف إيه وبتاع، وفي واحد فلت، فيقول لأ يا ميس ده ما عملش الواجب، ما ليش دعوة، راح ساحب بقى المكنسة ويقعد يكنس. فعلًا يعني من ضمن الحاجات اللي بدأت تقلّقني من نوعية الأشخاص دي، إن أنا فهمته، يعني ما حبيتهوش كشخص، ولا عمري حبيت الشخصيات ديّة، بس بدأت أفهم دوافعه، هو ليه؟ يعني الشغل أحيانًا بيخلّي الإنسان يحس إن هو invisible، فيبدأ بقى إن هو يعمل أي حاجة، ييجي الشغل بعجلة يقول له بُص أنا عملت tricks، لافف بالعجلة كده علشان يحس إن هو اتشاف بس. فساعات في ناس بتشتغل، وساعات في ناس عايزة تتشاف، هي مش جاية عشان الشغل لأجل الشغل، هي عايزة تتشاف، يبان إن هو تمام ده أنا شايفه. والفرق بين الإنسان اللي بيشتغل والإنسان اللي بيتشاف في الترقية، يعني دي بتفرق برضه في الترقية. يعني فكرة إن المدير سمع عن شغلك، وفكرة إن المدير شافك، دي برضه بتفرق. وهو بيشتغل على العامل ده، يخلّيه يشوفه كتير، فيبدأ إن هو تمام والله أنا محتاج أرقّي حد ييجي يمسك لي مثلًا وأنا قاعد شغال على المكتب، فهو ده. بس الفكرة كلّها إن أنا ما باذكرش كل الكلام ده علشان أقول لك يالّا بقى إيه كلّنا نروح نعصفر ونمسح مكاتب ومش عارف إيه، بس الفكرة كلّها عشان تبقى فاهم، ولمّا ما تاخدش الcredits على شغلك. يعني مثلًا برضه من ضمن أبسط الأمثلة، أنت كواحد دلوقتي عملت حاجة موت وسمه بقى يا دين أمي، أهو في واحد هياخد منّي الcredits، فيروح بقى يجري يحاول يعمل أي حاجة علشان بُص أنا أهو لسه باعرف أعمل الtricks والله. وهُم مش نوع واحد، هو في كذا فصيلة، في فصيلة مثلًا اللي بيسرّب، اللي هو مثلًا أنتم قاعدين هو فاكر إن هو صاحبك، فأنت قاعد بقى اللي هو شايف واحد عبيط كده معاك، تعالَ يا حبيبي اقعد معانا يالّا إيه عايز إيه؟ فتبدأ بقى إن هو تتكلموا عادي زي ما إيه مخلّيه ربنا، يبدأ بقى ياخد الكلام ده ويروح رايح ألو، أيوه عندي معلومة النهارده، فاكر نفسه شغال في الموساد، ييجي عارف أنت الشخص اللي هو المدير مثلًا واقف أو أيًا كان حد أبوك واقف وأخوك وراه، وقاعد بقى اللي هو ها بُص أنت لو جبت الtarget كان زمانك واقف ورايا والمدير ورايا.
وساعات النوع التاني بقى اللي هو المتطوع، احنا محتاجين حد يركب اللمبه قبل ما تقول، هتلاقي واحد ماسك بقى الحنفيه الميه قطع، فينزل بقى يتكلم ايوه ايوه حي في حد من الاداره تعب، هو الاداره المدير ده او ايا كان الشخص اللي في المنصب ده قاعد بقى ايه في المستشفى، فيلاقي الدكتور اللي دخل عليه مره واحده قلع الماسك بقى هو الشخص اللي معاه كله، يقول له انا جبت التارجت بتاعي اعرف اعمل لك كده. هو كده هو فضول ان هو كله اخرق نفسي اي حاجه، بيفتكر التاسكس ديت عباره عن بوينتس، هو كل ما تجمع بوينتس اكتر كل ما خلاص بقى فرصتك الفكره ان ده ساعات بيبقى حقيقه في بعض الشركات، بس في نفس الوقت هيبقى لنا بقى الثالث نوع في وجهه نظر الاخطر عامه، اشبه بالاثنين الاولانيين بس ما بيصرفش كل معلوماتك مثلا مره واحده او حاجه، ايا كان اللي انت هتقوله له هتلاقيه مسجل عنده في ملف ما، اول ما تحصل مشكله هتفتح بقى الملفات اهو احمد قال لي كذا كذا، امسك يا باشا فايل احمد اهو ساعد ولادته، يبدا بقى يروح مطلع لك فايلات، وبالنسبه له هو ده مش غدر، هو ده سي ار ام، ده سيستم يا باشا، معلش والله محدش يقدر يشغل، انا هو الشغل قال لي اعمل كده اعمل ايه. النقطه بقى اللي انا كنت عايز اذكرها في اول الحلقه خالص، انه كان في يوم من الايام المدير مش موجود، ما كانش موجود في المكتب، الشخص ده بقى خلاص فقد ماهيته، وقف عطلان، فصل شحن في نص الشركه، وقف كده بقى يعني يمثل لمين بقى على يعني عنده طاقة بيكتسبها مثلا بوجود حد من بمنصب أعلى، فاهم؟ فما فيش حد يمثل عليه، فالفضل واقف بقى كده لحد ما عادي الشيفت خلص، فهو خلاص بقى المفروض يروح هو باك، هو فضل واقف عامل كده نام زي الحصانة، قاعد عامل كده لحد تاني نص. وساعتها بدأت أفهم فكرة معينة ألا وهي إنه في ناس بتبني نظرتها عن نفسها في الشغل بناء على نظرة الناس اللي حواليك والناس اللي أعلى منك تدريجيا في المناصب، وفي ناس بتبني نظرتها عن نفسها وبتفاليديت شغلها بانه قد ايه هقدر اطبل للاداره او هقدر اطبل لصاحب المنصب الاعلى عشان يبدا ان هو يابريشيت، وحتى لو بياخدني على ده اللي هو ايه ده ايوه يا حماده انت عيل صغير، تقول له ايه يا حماده انا وديك يلا بقى خلاص روح، خلاص انت مش بالاهميه الكافيه ان انت تبقى قاعد معانا، بس احنا قاعدينك علشان ايه انت بتنجز لنا حاجات، تروح مثلا لو عايز قهوه ولا حاجه تروح تجيبها لنا، لو عايز فطار تجيب لنا الفطار، عايزين اوردر بنقول لك ولا تعالى ايه الحلاوه دي ايه الشغل الجامد ده، اطلب لنا بقى اي حاجه تانية ناكلها، ومش على ذوقك عشان اكيد ذوقك وحش. فايه الحل في الموضوع ده؟ صراحه انا حتى الان ما قدرتش ان انا اوصل لحل للموضوع، بس في استراتيجيه ان هو انت ما تلعبش عصفور على بعض، ابدا يعني ايه ماليس الشغل مع ماليس الدنيا معايا، ابدا اللي هو ايه ده يعني انا نفسي مثلا انا بمارس ساعات، في ناس تانية بتاخد العصفور كده من دماغه بالخشبه، يبدا بقى خلاص يفهم ان هو ايه ده صح، وانا كنت بعمل ايه، يبدا يفوق مثلا سنتين ثلاثه بعد كده يرجع بقى تاني يقعد يصوصو واشتغل كويس، علشان مهما كان هي دي الحاجه اللي هتقدر تنام وانت مرتاح، لو انت اشتغلت خلاص ما فيش حاجه تانية تعملها وضميرك مرتاح ان انت ما عصفرتش مثلا. ولما تلاقي عصفور مثلا بيمسح المكتب بشكل معنوي او بشكل حقيقي، ما تستغربش اللي هو تمام افهم هو دماغه رايحه فين، هو دماغه سوحت لاني درجه وخلاص، لو بص له تمام وما تزعلش، هو يعني ممكن تزعل عليه عشان هو مش زعلان على نفسه، فتبدا اللي هو بص يا حبه عيني يا عيني امال في ايه. وانا عامه يعني عديت بتجارب كتير من اول بقى ما كنت شغال صبي نجار زي ما اتكلمنا قبل كده لحد يومنا هذا، تمام. بس في الاخر ببص في المرايه بقى تمام انا راضي ومبسوط عن ايا كان اللي انا وصلت له، حتى لو ما وصلتش لحاجه اللي انا عايزها، بس اتليست ما مسحتش مكتب حد، ما طبلتش لحد، انا رايح قاعد اشتغل كان بها مش هنشتغل كان بها وبس كده. في اخر الحلقه ما تعصفرش واشتري نفسك، ما تشتريش ناس تانية، علشان انت في يوم ما هتخسر الشغل ده مش هتكسب حاجة، تمام. واكيد مش هتكتبها في السي في عندك ان انت كنت عصفور في شغلك الاولانيه، ولو رحت شغلانه تانية وبدا ان انت المدير اللي هناك ما يكونش معاك الجو ده، فخلاص ساعتها اللي هيكسب اللي بيشتغل فعلا وما زمايلك. شكرا. المفروض الحلقه الجايه مش عارف الصراحه ما كتبتش لسه بقى الحلقه الجايه هتتكلم على ايه، فالحلقه الجايه بقى تيجي برزقها وبس كده. ما تنساش لايك وسبسكرايب، ولو عندك حاجه عايز تتكلم فيها سيبها في كومنت، اعمل كومنت وقول انت عايز ايه، مش هنجري ورا بعض بس كده. مع السلامه.